تعالى أقول لك على أهم 5 حاجات اللي تقول لك فعلًا هو بيفكّر في إيه. رقم 1 لغة العيون والتركيز، يعني لو لاحظتِ دايمًا إنه بيبُص عليكِ ولمّا عينيه تيجي في عينيكِ بتلاقيه بيبعد بسرعة أو بيتابع تفاصيلك الصغيرة اللي ممكن غيره ما يلاحظهاش، فاعرفي إن عقله مشغول بيكِ طول الوقت. رقم 2 طريقة كلامه وذكريات، تلاقيه دايمًا بيفتح مواضيع قديمة ما بينكم أو بيفكّرِك بموقف بسيط حصل ما بينكم زمان، وده معناها إن تفاصيلك محفورة جوّه دماغه ومش قادر ينساها ومش ناسيها. 3 لغة الجسد المفتوحة، يعني لو كان قاعد معاكِ هتلاقي اتجاه جسمه ناحيتِك وهيبتسم ابتسامة واضحة وعفوية، ودي بتكون إشارات لا إرادية منه بتعبّر عن راحته واهتمامه الشديد بيكِ أو باللي بتقوليه. رقم 4 الردود السريعة وتوسيع الكلام، يعني لو بيكلمِك عن طريق الرسايل هتلاقيه بيرد بسرعة وبيحاول يطوّل الكلام ما بينكم قدر الإمكان علشان إيه؟ المناقشة بتخلص. عايز يكون أفضل وقت ممكن معاك. الغيرة الظاهرة أو المخفية، لو اتكلمت عن حد تاني وذكرت اسمه في وسط الكلام تلاقيه بيلقط الملحوظة دي فور، وهتلاقيه بعد كده طريقته اتغيرت ويسأل أسئلة كتير علشان يطمن ويفهم ويشوف الوضع إيه. قراءة الأفكار نقدر نقول إنها مش علم دايم، والتعميم برضه غلط، لأن لغة الجسد اللي بيعبر بيها أي شخص بتختلف عن شخص تاني، وده بيكون على حسب طبيعته وشخصيته.